أفاد رئيس شركة ستيلانتيس لصناعة السيارات جون إلكان خلال الاجتماع الهام للمساهمين في الشركة أن الأخيرة تقوم حاليا بإطلاق المحرك الثالث، وذلك من خلال مضاعفة الإنتاج في المغرب والالتزام بالنمو في الهند، ثم التوسع في تركيا بموقع جديد. وأضاف رئيس الشركة في ذات الاجتماع المنعقد بمقرها في أمستردام أنه بالإضافة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية حيث لدينا جذورنا التي نلتزم بها، فإننا نبني أيضا ما نسميه المحرك الثالث، والذي يتكون من أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط والهند وآسيا والمحيط الهادئ. وتابع: ولذلك أعلنا عن مضاعفة قدراتنا الصناعية في المغرب، والتزمنا بتنمية وتعزيز نشاطنا الصناعي في الهند، كما وصلنا ريادتنا للسوق في البرازيل والأرجنتين وتشيلي. وفي وقت سابق من هذا العام أعلنا عن توسيع أعمالنا في تركيا. نشكركم على حسن المتابعة.